الرجل كان بيحاول يوصل لمسطرة قياس. بعد ما فتح غلاف المسطرة بأسنانه طلع قطعة لبان وعضها لحد ما بقت طرية، وبعدين لصقها بقوة على طرف المسطرة. بعد كده نزل المسطرة في سلة الزبالة. لما الموبايل اللي جواه بدأ يضيء شعور الأمل جاله. بدأ يحاول يفتح الموبايل بشكل هستيري، لكن المسطرة كانت ضعيفة جدا وكان معاه إيد واحدة بس ما قدرش يتحكم فيها بدقة. بعد 3 محاولات فاشلة الموبايل اتقفل لمدة دقيقة. مارك حس بموجة من اليأس. حديد التسليح دخل في أحد ذراعيه. من غير علاج فوري كان هيموت من النزيف، ولسه في أقل من ساعة المكان ده هيتدمر بالمتفجرات. كمهندس رئيسي للمشروع بالكامل، مارك كان عارف إنه بعد ما القنابل تنفجر هيتفجر هو كمان. أول ما الدقيقة عدت حاول يفتح الموبايل تاني، لكن العجلة كانت سبب في الفشل. اللبان اتفك ولزق على شاشة الموبايل. مارك شتم في نفسه وذكر نفسه إنه يفضل هادي. دي كانت آخر قطعة لبان معاه. فشل تاني هيعني النهاية، فالمرة دي كان حريص أكتر، ولحسن حظه مفيش حاجة حصلت غلط والموبايل فتح بنجاح. فرحان مارك حاول يتصل بمراته على طول، لكن ايديه زلقت بشكل غير متوقع والمكالمه راحت لاخوه بدل كده. وده طلع نعمه مقنعه لان اخوه كان عامل مؤتمر صحفي قريب وقدر يوصل له اسرع. لما المكالمه اتصلت مارك بسرعه قال لاخوه مكانه ووضعه وطلب منه يجي ينقذه. اخوه سال اولا لو مارك اتصل